أرجوك يا دكتور أنقذوا ابنتي، إنها تموت بين يدي. بالمال وليس مجانا. فلتأخذوا كل ما أملك لاحقا، فقط أنقذوها أرجوكم، لا تتركوها تموت أمامي. أخرجوه، لا يملك شيئا، هذا مستشفى محترم. حسبي الله ونعم الوكيل، توكلت عليك يا الله. ظهر رجل أنيق وقال: لدي عرض لك إن قبلت توكل علي، وأنا سأتكفل بابنتك دون مقابل، لكن قل فقط أني أنا من تتوكل عليه لا غيري. قلها الآن. ثم حدثت المفاجأة: إذا كنت تحب والديك اضغط لايك واشترك بالقناة واستغفر ربك بالتعليقات. فقال الرجل: لا والله لن أتكل إلا على الله وحده، لا أشرك به أحدا ولو بجملة. وجلس خارج المستشفى وابنته على صدره يبكي ويقول: يا رب، لا ملجأ لي إلا أنت. وفجأة تحركت ابنته وفتحت عينيها ببطء وقالت: أبي، أنا بخير، لم أعد أشعر بشيء. احتضنها وبكى وقال: الحمد لله سبحانك. وفي تلك اللحظة وقع حادث بجانب المستشفى. إنه ابن الرجل الغني مصاب إصابة خطيرة، نقل بسرعة ولم يجدوا فصيلة دمه النادرة. صرخ والد الطفل: أرجوكم افعلوا أي شيء. سمع الأب فقال: فصيلتي مطابقة وسأتبرع له. ركض الرجل الغني وقال: سأسجد لك أنقذ ابني. قال الأب: كف عن هذا، لا تسجد إلا لله، وسأتبرع له لوجه الله كما رحم ابنتي. افعل الخير لربك لا لمقابل، فالله لا ينسى.